ازيكم عاملين ايه طلبة تالتة ابتدائي؟ هنكمل النهاردة مع بعض exercise 12. طيب، دي ارقام تليفوناتي للي حابب ايه يحجز معايا ان شاء الله يعني. طيب exercise 12 كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن النمبر line. طيب نبدأ كده ب question 1. هنا بيقول لك ايه write the fraction on the number line. طيب احنا المفروض ان احنا لما كان بيجي لنا مثلا فراكشن زي كده، حابين نرسم له نمبر لاين، فكنا ايه، ادي هنا السهم وهنا السهم عادي، هنا ال1 وهنا الزيرو. طيب كنا بنعمل ايه يا ترى؟ عدد الشرط اللي بنرسمها هنا كان عبارة عن كام؟ كان عبارة عن بنمسك الرقم ده نعمله ماينس 1 يعني 2. يعني كنا مثلا ممكن نرسم شرطة كده هنا وشرطة كده هنا وخلاص، يبقى هنا 0 over 3 1 over 3 2 over 3 3 over 3. طيب المرة دي بقى العكس، هو اللي مديك النمبر لاين وعايز الفراكشن. طيب هنعمل ايه؟ اكنك شاطب على الزيرو ده، اكنك مش شايفه، تمام؟ اكنك حاطط ايدك كده عليه ومش شايف الزيرو ده. عد بقى كل الشرط اللي بعده. بس ادي 1 ادي 2. طالما طلعوا شرطتين خلاص، يبقى بالتالي كام؟ يبقى بالتالي تحت 2. يبقى تاني بنعمل ايه؟ هتشطب على الزيرو، عد بقى الشرط اللي بعده 1 ادي كده 2. او يعني ان انت بس تعد الشرط اللي في النص اللي ما بين الواحد، اكنك برضو بتشطب على ده، تمام؟ وتعد الشرط اللي موجوده، فما فيش غير هنا شرطه واحده هتزود هتزود عليها 1، لان انت لو تفتكر لما كان مدينا مثلا 1 اوفر 3 كنا احنا بننقص واحد وبنرسم الشرط. المره دي بقى لا، احنا اللي هنزود واحد يعني، بالعكس يعني، ماشي؟ بس فشوف انت مرتاح لايه يعني، تمام؟ فهنا مثلا شرطه واحده هتزود انت عليها واحد، يبقوا كام؟ يبقوا اتنين. بس بعد ما خلاص عملت الكلام ده، ارجع بقى اشطب الحاجات دي كده، نشطب كده دولت، نشطب هنا بس، وابدأ بقى رص الأرقام عادي. هنا كانت 0 over 2، هنا كانت 1 over 2، هنا كانت 2 over 2. فهنا يا مستر الحاجة اللي هو المربع هو حاطه عند رقم كام؟ 1 over 2. خلاص يبقى هنا كده 1 over 2. اعمل بقى دي لوحدك ودي لوحدك ودي لوحدك ودي لوحدك. تعالى نحل نمبر اي كمان. قلنا بنشطب على الزيرو، تعالى نشطب على ال1 ونعد الشرط. ادي 1 2 3 4 5. 5 وما تنساش تعمل ايه؟ تعمل عليها بلس 1، يبقى 5 بلس 1 كام؟ 6، عشان تجيب عدد الشرط كلها يعني اللي هي متقسمه كام حته يعني. ما هو انت خلي بالك، ما هو لما كان مديك الرقم كنا احنا بننقص 1 وبنرسم الشرط. المره دي عكس، المره دي هو مديك الشرط، تمام؟ هتزود انت عليها واحد وتجيب بقى الايه؟ الرقم اللي من تحت اللي هو هنا 6. طيب فهنا طبعا 0 اوفر 6 وهنا 1 ايه؟ 1 اوفر 6. خلاص من غير ما تكمل يعني، دي كده كام؟ 1 اوفر 6. طيب question 2 بيقول لك read the stories، يعني اقرا القصص دي، تمام؟ then draw a line matching each story، يعني ارسم خط ماتشنج يعني بيعبر، او يعني اللي هو ليه ايه، يعني اللي هو ليه يعني ارسم اللي هو زي ما يكون ايه، ارسم النمبر لاين اللي هو ماتشنج اللي بيعبر او اللي يقدر يتوصل مع القصه دي يعني ليه اتش ستوري. فاهم كلمه ماتشنج يعني ايه؟ يعني اللي بيعبر، تقدر تقول مثلا اللي بيعبر، فارسم خط اللي بيعبر عن كل ايه ستوري تو ذا نمبر لاين، تمام؟ اهو اللي ماتشنج each ستوري تو ذا نمبر لاين. فانت ارسم الخط اللي هو ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بالستوري مع النمبر لاين. يعني من الاخر هو كأنه عايز يقول لك ايه، ما هي كلمه ماتشنج دي يعني توصيل، فوصل الستوري بالنمبر لاين بتاعها الايه المظبوط ده، من الاخر يعني، تمام؟ طيب that you could use to solve the problem، عشان تحل الايه؟ عشان تحل البروبلم. طيب تعالى كده بالراحه كده نشوف. بيقول لك آية had a rope، تمام؟ she needed 1 over 2 of it for a project. يبقى هي قسمته لقد ايه؟ هي عايزه 1 over 2. طيب انا عايز اعرف يا مستر عدد التقسيمات. قلنا عدد التقسيمات بنجيبها من ايه؟ بنجيبها من الرقم اللي تحت. كل تركيزك في الدرس ده على الرقم اللي تحت. طيب فده هنا معناها انه هي عايزه تقسم حتتين. طيب احنا بنقول طبعا احنا بنشطب على الزيرو ده اهو، بنشطب على بنشطب عليهم، وبنشطب على ال1 ده زي ما عملنا، تمام؟ طيب انا بجيب الرقم ده بعمل له ماينس 1، ادتني ايه؟ ادتني 1. شرطه واحده، مين فيهم في شرطه واحده؟ اهي مستر بي، يبقى بي معانا. طيب نفس النظام، عمر هاد اميتر، عمر عنده متر اوف وود، متر من الخشب، وهو عايز كام؟ 1 over 3.
اوف ذا ميتر علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ابيرد هاوس عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل زي بيت عصافير يعني، مالناش دعوه. المهم ايه؟ هو عايز 1 اوفر 3. قلنا هنركز على الرقم اللي تحت، هننقص منه واحد ادي كده بقى 2. طيب فين الحاجه اللي فيها 2 يا مستر؟ اهي ايه، يبقى ايه مع 2 هنا. طيب اخر واحده هنا بيقول لك ايه؟ ساره was sewing beads. طيب ماشي، يبقى قلنا ساره was sewing beads onto a meter of ribbon. طيب عشان بس تفهم معنى الجمله دي، هي معناها الحرف يعني sewing يعني بتخيط، beads يعني الخرز، تمام، وريبون حاجه زي الشريط كده يعني، زي الشريطه كده يعني، تمام. بتاع كده حته كده بلاستيك كده عامله شبه المستطيل كده، شريط يعني، مش حاجه شبه الشريط يعني. المهم ان هي ايه؟ بتبقى عباره عن حاجه رفيعه كده وبتركب فيها الخرز من جواه. ثواني كده هوريكم حتى رسمه على النت عشان تفهموها. بس هي عباره عن الرسمه دي بالظبط. عندك اهي حبايه الخرز، الحبايه بتاعت الخرز اهي، تمام، وحطها في الشريط اهي، حته عامله شبه المستطيله كده، تمام، وبتركب فيها الخرز يعني، بس كده، تمام. طيب المهم يعني she wanted to sew يعني هي عايزه تخيط، ابيد عايزه تخيط خرز. بتقول لك ايه؟ on each one over four of the ribbon، يعني تحط زي ما يكون كده ايه، عايزه تخيط بس ان هي تحط خرزه على ايه؟ على on each one over four of the ribbon، يعني على كل ربع من الريبون. يعني مثلا ايه؟ تعالى نرجع تاني للصوره. يعني مثلا نفترض ان ده كده ربع، ومن هنا لهنا ربع، ومن هنا لهنا ربع، ومن هنا في الاخر لغايه الايه؟ لغايه الاخر ربع. اكنها قسمتها ايه؟ اكنها قسمتها اربع ارباع يعني، تمام، اكنها قسمتها ايه؟ 4 pieces. فبعد ما عدى ربع حطت خرزه اهي 1 اوفر 4، عدى ربع تاني حطت خرزه 1 اوفر 4، عدى ربع تالت حطت خرزه ايه؟ 1 اوفر 4. بس ده بالظبط يعني هي عباره عن كده. طيب المهم انا طبعا عارف ان انا عشان اقسم حته المتر دي لاربعات، فبالتالي قلنا بناخد الرقم اللي تحت نعمل له ماينس 1 يطلع لي 3. فين الحته اللي فيها ثلاث شرط في النص؟ مفيش يا مستر غير هي دي اهي سي. تمام، يا رب ان شاء الله تكون الفكره وصلت لكم. طيب نمبر 3 represent each of the following on the number line. طبعا اكيد مش هنقعد بقى نرسم بقى في الفيديو، انا بس هاخد معاك ايه واحده وانت تكمل الباقي نفس الفكره. طب ناخد مثلا السرد عارفين يعني 1 اوفر 3. طيب 1 اوفر 3 قلنا بنعمل ايه؟ بنبص على الرقم اللي تحت نماينس منه 1، يتبقى لي 2. يبقى انا محتاج ارسم في النص كام شرطه؟ شرطتين اهو، مثلا شرطه هنا كده وشرطه هنا كده، نحاول على قد ما نقدر يكونوا ايه؟ يكونوا بالظبط يعني، تمام. بس وهنا طبعا عارفين ان هي 0 اوفر 3، 1 اوفر 3، هنا 2 اوفر 3، وهنا في الاخر كام؟ 3 اوفر 3. بس كده. الباقي بقى تكمل بقى بي وسي ودي واي واف زي ما انت عارف. فيفث يعني 5، فورث يعني 1 اوفر 4، هافز 1 اوفر 2، 6 1 اوفر 6، سيفنثس 1 اوفر 7. بس طبعا يعني بس تبقى بس واخد بالك من حاجة. الافضل يعني ان عشان بس نخلي الارقام كلها على نفس المستوى، هنا احط الزيرو واخلي ال1 اوفر 3 بس من تحت وال2 اوفر 3 من تحت. ماشي، دول مش مشكله، اسيبهم كده زي ما هم من فوق، عشان بس ايه ما ترسمش فوقيهم يعني، بس يستحسن ان بقيه الارقام تبقى ايه؟ من تحت كده احسن، تمام. بس دي بس الايه الملحوظه، وكمل الباقي ايه؟ زي ما حليت كده. طيب question 4 بيقول لك كده ايه؟ draw ارسم a number line and represent eights. هي برضه نفس الحاجه، بس المره دي عايزك انت اللي ترسم بنفسك، تمام. طيب فهنا عندك 8 وهنا عندك 10 وهنا عندك 9 وهنا عندك 12. هتكملهم انت ايه؟ مع نفسك. بس هحل معاك اول واحده بس. طيب بنعمل ايه يا مستر؟ اهو النمبر لاين اهو، هنا خط، هنا سهم، وهنا سهم، هنا الزيرو بتاعنا، وهنا الايه؟ هنا ال1 بتاعنا اهو، هنا ال1 كده بتاعنا. طيب 8 يعني 1 اوفر 8، همسك الرقم اللي تحت هنقص منه واحد، يعني محتاج ارسم 7 شرط في النص. احاول بقى اظبطهم كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7، تمام. يعني ايه؟ حاجه شبه كده يعني. بس وهنا كده يبقى 1 اوفر 7، 2 اوفر 7، 3 اوفر 7، وهكذا 4 اوفر 7، 5 اوفر 7، 6 اوفر 7، 7 اوفر سوري ماشي سوري، هنا 7 شرط. بس ما تنساش واحنا بنكتب الرقم
ما ننساش ان هو كان اصله 8 فماشي ما ننساش 1 over 8 2 over 8 3 over 8 4 over 8 وبعد كده 5 over 8 6 over 8 7 over 8 وبعد كده طبعا في الاخر ايه ممكن تكتب له كده 8 over 8 من هنا ومن هنا طبعا 0 over 8 تمام. طيب بيقول لك question 5 represent each fraction on the number line then compare يعني بيقول لك ايه represent each fraction يعني حط يعني عبر عن كل fraction على number line تمام يعني ايه يعني حط كل fraction ده على number line تمام then compare using bigger than smaller than or equal. طيب ال 1 over 3 مكانها فين؟ طبعا هنا الزيرو يبقى كده هنا ال 1 هو اوريدي خلاص هو راسم لك الشرط جاهزه يعني فانت مجرد تحط الرقم بس فانت عارف ان هنا الزيرو هنا ال 1 over 3. طيب هنا كده 1 over 3 المسافه دي كده هنا وهنا الزيرو وهنا ال 1 over 5. طيب واضح قوي ان الخط ده كده طوله طويل لكن هنا ايه هنا الخط اقصر شويه فبالتالي مين اكبر كده. طبعا تقدر ان انت عادي تقارن بالطريقه اللي اخدناها قبل امتحان الشهر اللي هو بتاع شهر مارس الطريقه اللي خدناها قبل كده. هنا عندك ال1 زي ال1 من فوق فبالتالي بنبص على الرقم الصغير وهو ده الاكبر. طبعا هنا ال3 عشان اصغر من ال5 فبالتالي ايه بق السمكه رايح ناحيتها. ماشي نفس النظام تعال ناخد 1 over 7 طبعا هتلاقي 1 over 7 هنا لكن 1 over 2 كل الحته دي فطبعا 1 over 2 هي الاكبر. تمام كمل انت بقى سي لوحدك دي لوحدك اظن الحاجات دي كده ايه سهله. طيب هاخد معاك بس اخر واحده اي دلوقتي بيقول لك ايه 2 over 4 دي بس الوحيده اللي فيها فكره زياده يعني. طيب دي في ايه مالها. طيب طبعا 1 over 4 فبالتالي عدد الشرط اللي في النص 3 مظبوط. طيب فين ال 2 over 4 خلي بالك هنا 0 over 4 1 over 4 2 over 4 فاوريدي 2 over 4 اصلا مكانها ايه مكانها هنا. ماشي ال 2 over 4 مكانها فين مكانها هنا كده يا مستر. طيب ادي مكانها ايه الحته دي كده كلها من هنا لغايه هنا من هنا لغايه هنا. ماشي طيب ال 1 over 2 بقى مكانها فين؟ ما هي كده هنا 0 ال 1 over 2 مكانها برضه بالظبط اصلا زي ما هي برضه هنا. طيب تفتكر الاتنين هل في حاجة فيهم أكبر من التاني ولا الاتنين ولا الاتنين قد بعض؟ لا يا مستر الاتنين مرسومين في النص بالظبط أهم مرسومين نفس المسافة بالظبط بس مرسومين بالظبط في النص يبقى بالتالي إيه؟ يبقى بالتالي خلاص هما إيه؟ متساويين. طب هنا كده في نمبر 6 بيقول لك use the number line to compare between two fractions يبقى هنستخدم النمبر لاين عشان عايزين نقارن ايه؟ نقارن compare ما بين two fractions عايزين نقارن ما بين اتنين fractions اللي هما دول تمام باستعمال النمبر لاين برضو اكتب ايه bigger than or smaller than او ايا كان يعني تمام. طيب ال 1 over 2 وال 1 over 4 طيب قلنا بنبص على الرقم اللي تحت دايما هننقص منه واحد يبقى هي شرطة واحدة. شرطة واحدة فين اديها في النص بالظبط تمام ده اللي هو هنا بيقول لك يعني ده النمبر لاين بتاع 1 over 2 ادينا رسمنا عليه. طيب ال 1 over 4 اهو 1 over 4 هنبص على الرقم اللي تحت 4 هننقص منه واحد يبقى ثلاث شرط يعني هنا مثلا شرطة وهنا كده شرطة ماشي وهنا كده شرطة بس كده اهو. هنا الزيرو هنا ال 1 over 4 هنا ال 2 over 4 وهنا كام ال 3 over 4 وهنا طبعا ال 1 over 2. طيب واضح مين فيهم أكبر؟ دي 1 over 2 لكن دي 1 over 4 واضح مين فيهم الأكبر؟ كده يا مستر ال 1 over 2 أكبر. طيب ماشي نفس النظام هتعمل انت ماشي هتكمل برضو دي برضو هي نفس الايه هي نفس الطريقة هاخد بس معاك كده جي. هنا طبعا هنبص على الرقم فين ال 8 اهي ماشي تعالى ناخد دي ال 8 هنقص منها واحد بقت 7 محتاج ارسم 7 شرط تمام محتاج ارسم ايه 7 شرط ادي 1 دي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 ادي اهي ايه 7. طيب هاجي عند ال 6 هنقص منها واحد بقت 5 محتاج ارسم 5 شرط ادي 1 2 3 4 5 ماشي. طيب ال 1 over 8 مكانها فين؟ هنا طبعا 0 وهنا ال 1 اهي بقى هنا كده ال 1 over 8. ال 1 over 6 مكانها فين؟ هنا كده ال 0 يبقى هنا ال 1 over 6. طيب واضح قوي ان مين فيهم اكبر؟ اهي دي الحته دي كده دي الحته دي كده. واضح ان مين فيهم اكبر الحته دي برضه ايه اكبر شويه يعني ماشي يبقى ال 1 over 6 اكبر.
المهم بس وانت بترسم تحاول تظبط ايدك بالظبط على ان ايه ان انت تكون المسافات قد بعض، بس يعني على قد ما تقدر تحاول تخليهم ايه، تحاول تخلي المسافات قد بعض عشان تعرف تحل صح. وطبعا مش محتاج ان انا اقول لك من غير نمبر لاين، انت اوريدي تعرف تحل المسألة. مش الارقام اللي فوق شبه بعض هنا 1 وهنا 1 صح؟ دي قاعدة ثابتة. طالما الأرقام اللي من فوق شبه بعض، فبتيجي تقارن الأرقام اللي تحت إزاي؟ بتحط بق السمكة ناحية الرقم الأصغر. يبقى ركز، لو الأرقام اللي فوق شبه بعض بتقدر تحط بق السمكة، أو تعالى هنا لو الأرقام اللي فوق شبه بعض حط بق السمكة ناحية الرقم الأصغر. مين أصغر بقى، ال8 ولا ال6؟ لا يا مستر ال6. يبقى هنبص فوق لقينا الارقام زي بعض، خلاص هنيجي نبص من تحت وتحط بق السمكه ناحيه الرقم الاصغر. اهو الاصغر ال8 ولا ال6؟ لا يا مستر ال6 هي الاصغر، فحطينا بق السمكه ناحيتها. فانت كده تعرف بالنمبر لاين، وتعرف ايه بالطريقه اللي اتعلمناها في الدروس اللي فاتت. طيب question 7 بيقول لك circle the smaller fraction، يعني بيقول لك ايه، يعلم على الفراكشن الاصغر. you may draw، بيقول لك انت ممكن ترسم نمبر لاين عشان تكمبير ايه الفراكشن. طبعا الاسئله دي كلها لان اصلا اوريدي كلهم الرقم اللي فوق زي بعضه، كلهم زي بعض، فايه بالتالي مش محتاجين اي نمبر لاين. هو عشان كده بيقول لك بس ايه، سابها لك ان انت بيقول لك ممكن تستعمل النمبر لاين، لان هو عارف ان انت عادي هتعرف تجيب الاجابه من غير استعمال النمبر لاين. بس برضو ايه، يعني برضو نفس النظام لما تيجي تحل بالنمبر لاين هتعمل نفس اللي فوق، او ان انت ممكن ايه تحل على طول. ممكن مثلا احل معاك اول سؤال. هنا مثلا عندك دول شبه بعض، قلنا هنحط بق السمكه من تحت ناحيه الرقم الاصغر. فين الرقم الاصغر، ال3 ولا ال7؟ لا يا مستر ال3. يبقى بنشوف اللي فوق لقيناهم زي بعض، هنبص من تحت نحط بق السمكه ناحيه الرقم الاصغر اللي هو ال3، خلاص يبقى هو كده. طيب خلي بالك بس معلش، هو كان هنا هو كان طالب عايز سيركل على السمولر فراكشن. كان عايز سيركل على مين؟ كان عايز سيركل على السمولر فراكشن. عايز تحط دايره يعني على الفراكشن الاصغر. ركز بالك مش الاكبر. بس فطبعا مين الاصغر يعني مين الفراكشن الاصغر، 1 اوفر 3 ولا 1 اوفر 7؟ لا مستر 1 اوفر 7. تمام، لان احنا قلنا الاكبر اللي هو الرقم الاصغر يعني. تمام، اللي هو طالما ان الاتنين اللي من فوق شبه بعض هنيجي نبص من تحت مين اكبر يا مستر، ال3. خلاص يبقى هو ده الفراكشن الاصغر. هو عايزك بس تختار الاصغر بس مش اكبر المره دي يعني. اعمل دي لوحدك ودي لوحدك ودي لوحدك ودي لوحدك. تعالى مثلا نحل اخر واحده. دي اللي فوق شبه بعضه، هنبص من تحت مين فيهم يا مستر قلنا الفراكشن الاكبر هو اللي عنده الرقم من تحت اصغر. تمام، ما تتلخبطش. ادينا بنبص على الرقم اللي فوق، هننزل لتحت. هي طبعا لقيناهم شبه بعض، خلاص نبص تحت على الرقم الاصغر. يبقى الرقم الاصغر ده، بس هو مش عايز كده وعايزك تختار السمولر، خلاص يبقى العكس. ماشي، نختار الايه الاصغر يعني. تمام. طيب question 8 compare، المره دي بقى عايزك ايه تحط العلامه عادي. برضه نفس النظام، بيقول لك انت ممكن تستعمل النمبر لاين براحتك. برضه نفس النظام، كلهم شبه بعض، اللي فوق شبه بعضه. خلاص يبقى هي طريقه واحده ثابته. مثلا حل انت بقى دول. ماشي، تعالى حل معاك مثلا دي، ولنفترض ادي هنا 1 وهنا 1، اللي فوق شبه بعضه. هنبص على اللي تحت، هنحط بوق السمكه ناحيه الرقم الاصغر. فين الرقم الاصغر يا مستر، ال5. بس يبقى هنا كده. الباقي طبعا سهل تكمله مع نفسك. طيب اخر حاجه اهو وصلنا لها، ال question 9. هنقرا الستوري بروبلم. طيب يقول لك هنا كده ايه، علي needs to wrap presents. يعني علي ايه، علي محتاج ان هو راب يعني يلف. راب يعني ايه، راب يعني يلف. تمام، عايز يلف هديه يعني. تمام، فبيقول لك علي محتاج ايه، علي محتاج ان هو ايه يلف هديه. طيب he lays the ribbon flat. طيب كمل بس كده معايا وانا هوضح لك ايه ريبون فلات دي. بيقول لك and says if I make 3 equally spaced cuts I will have just enough pieces. I can use one piece for each present. بالراحة كده بقى ايه، حتة حتة كده. قلنا علي ايه، علي محتاج ان هو يلف هدايا. تمام، عايز يلف هدايا يعني معاه زي الورق بتاع الهدايا ده، وده البوكس هو عايز ايه يلفه. بالراحة كده. he lays the ribbon flat. يعني ايه lays the ribbon flat؟ ولا نفترض ان دي كده حتة الارض اللي هو قاعد عليها. تمام، هو قاعد كده ايه على الارض. طيب هو مسك الريبون فلات دي. تمام، مسك الريبون دي حتة الشريط. طبعا الصورة اللي انا وريتها لك على النت كان الشريطة صغيرة، بس هنا طبعا مش شرط يعني. المهم ممكن تبقى حاجة، المهم هي حاجة مستطيلة. ماشي، حاجة مستطيلة وليها اطوال معينة يعني. المهم اصلا كلمة ريبون دي معناها شريط.
المهم ايه، بتاعه كده مستطيله شبه دي، يعني انت البتاعه دي كده، الورقه دي تخيل كده افردها على الارض هتديك شكل مستطيل. طيب ماشي. طيب فهو هنا بيقول لك ايه، ادي هي ليز يعني وضع يعني حط، يعني بيقول لك هو حط الريبون، هو حط الشريط. فلات يعني مسطحه. يعني ايه مسطحه؟ يعني حته يعني هو زي ما يكون فاردها، مش متنيه ولا حاجه. يعني مثلا دي كده متنيه، لا فلات يعني هو فاردها كده على الارض. ماشي. ماشي، يبقى فلات مش تانيها، لا فلات يعني ايه، اللي هي مفروده كده يعني. تمام. طيب بيقول لك اندي سيز، وقال يا ترى قال ايه؟ if I make three equally spaced cuts، يعني لو if I make، لو انا عملت three equally spaced cuts. يعني ايه spaced cuts؟ spaced cuts يعني مسافات قطع وتلاتة متساويين. يعني بيقول لك ايه، ان انا لو جيت عند كل مسافة ادي قطعت قطعة، مسافة تانية قطعت قطعة، ودي دي المسافة التالتة. تعالى كده بس نظبطها شوية، مثلا واحدة كده هنا، واحدة كده هنا. فدي كده قط، ودي كده قط، ودي كده قط. هي دي معناها 3 equally spaced cuts. يعني عنده مساحة، او عنده زي ما يكون ثلاث مساحات. ادي المساحة الاولى، ادي المساحة التانية، ادي المساحة التالتة. تمام، 3 سبيسد، وطبعا مقطوعين، ان دي مقطوعة ودي مقطوعة ودي مقطوعة. تمام، ان هو قاطع الريبون الكبيرة. تمام. بيقول لك ايكوالي الثلاث مساحات طبعا ايه قد بعض. تمام، فدي معناها 3 ايكوالي سبيسد كاتس، يعني هو جاب البتاعه وايه وكون 3 بارتس. كون كام جزء؟ كون 3 بارتس. طيب بيقول لك ايه، I will have just enough pieces. بيقول لك انا كده هبقى تمام. انا كده I will have يعني انا هيبقى عندي just enough pieces، انا هيبقى عندي قطع كفايه. يعني انا الحمد لله خلاص كده بقت عندي، يعني مثلا يقول نفترض هو مثلا عنده 3 هدايا، فهو بالنسبه له عشان 3 هدايا محتاج كام قطعه؟ محتاج 3 قطع. فهو بالنسبه له عشان كده بس هو قال لك ايه، قال لك انا كده الحمد لله I will have just enough pieces، انا الحمد لله كده زي الفل، هيبقى عندي ايه 3 قطع قد بعض، الحمد لله مش محتاج حاجه تاني. طيب فبيقول لك ايه، I can use، انا ممكن استخدم one piece for each present، انا ممكن استخدم قطعه واحده لكل ايه، قطعة واحدة لكل بريزنت. يعني ايه لكل بريزنت؟ يعني لكل هدية، لكل هدية ليها قطعة، كل هدية بقطعة. تمام. طيب فبيقول لك كده بقى ايه، draw a number line to show Ali's ribbon and the cuts he will make. فبيقول لك ارسم لي النمبر لاين، عبر عن المنظر ده يعني. فاهو بسيطة جدا، ادي النمبر لاين اهو. جيت هنا كده اهو، اهو هنا معروفة الزيرو، هنا بنحط ال1. طيب وطبعا عشان انا ايه، قطعتها 3 حتت، يعني انا محتاج كام شرطة في النص؟ شرطتين. ما هو 3 حتت اللي هو اكني قسمتها ايه، كل واحد 1 اوفر 3، صح؟ وانا كده قسمتها 3 حتت، يعني الحتة الواحدة عبارة عن كام؟ 1 اوفر 3. تمام. فدي كده 1 اوفر 3، ودي 1 اوفر 3، ودي ايه 1 اوفر 3. ده المعنى. طيب فهحط كده كام شرط؟ قلنا بنبص على الرقم اللي تحت نقصنا منه واحد، يعني شرطتين. هنا ممكن مثلا شرطة كده هنا، وشرطة كده ايه هنا. تمام. هنا كده 1 اوفر 3، وهنا كده 2 اوفر 3. واللي زيادة التأكيد بس ممكن بس ايه تكتب له هنا 0 اوفر 3 تفهمه يعني، وهنا كده طبعا ايه 3 اوفر 3. تمام. طيب كده خلاص خلصنا اول سؤال. بيقول لك how many presents can Ali wrap، يعني كم عدد الهدايا اللي علي يقدر، كان يعني يقدر، اللي علي يقدر ايه يلفها. طيب ما هو واضح هنا، هو قال لك ايه، قال لك البيس الواحده لهديه، يعني كل بيس بتلف هديه، كل بيس بتلف هديه. طب هو عنده يا مستر كام بيس؟ هو عنده يا مستر 3 بيسز، فعشان عنده 3 بيسز هيعرف يلف كام هديه؟ 3 يا مستر. ما هي كل بيس خاصة بهدية، دي هتلف هدية، دي هتلف هدية، ودي هتلف هدية. كده كام هدية يا مستر؟ 1 2 3، يعني 3 هدايا. ادي 3 ايه، ممكن نزود له كده بس جملة، كلمة 3 ايه بريزنتس. بريزنتس بس كده 3 هدايا. تمام. طيب بعد كده كده خلصنا تاني سؤال. بعد كده بيقول لك ايه، what fraction of the whole ribbon. محدش يقول لي هول يعني 3 اوفر 3، لا شوف هو طالب فراكشن بتاع ايه. المهم ان هو قال لك فراكشن بنشد خط، ده اللي انا فاهمه. والرقم اللي تحت طبعا ثابت، احنا الرقم اللي تحت مش بنغير فيه. بس برضه نتاكد هو بيتكلم عن ايه. هو بيتكلم عن الريبون، صح؟ هو بيتكلم عن الريبون.
فكك بس دلوقتي من كلمه هول، هشرح لك يعني ايه هول دي. ركز بس معايا. المهم هو كده بيسال عن ايه؟ فراكشن بتاع ريبون. طيب قلت لك نشوف الحاجه اللي هو بيسال عليها. هو كده بيتكلم على الريبون. طيب عدد الاجزاء كلها بكتبها من تحت، ادي جزء 2 3 بس. اظن احنا يعني ايه اتعلمنا بما فيه الكفايه وعرفنا بما فيه الكفايه يعني. طيب بس قال لك ايه is used for each present. هي مليون خط تحت الكلمة دي. قال لك for ايه is used for each present. بس مليون خط تحت الكلمة دي اللي بتعبر عن كل ايه؟ عن كل هدية. تمام. اللي بتعبر عن ايه؟ اللي بتعبر عن كل هدية. طيب الهدية دي لوحدها الفراكشن بتاعها ايه؟ ما هو انا دلوقتي قلنا اللي تحت عدد الاجزاء كلها. طب هو عايز الفراكشن بتاع كل هدية. ما هو الهدية دي عبارة عن الفراكشن بتاعها بكام؟ هي كام واحدة؟ هي واحدة. فخلاص هي 1 بس كده. مش هو هنا عايز each present يعني الفراكشن بتاع كل هدية؟ طيب ما هي اصلا عبارة عن هدية واحدة بس، فخلاص هكتب 1. وتحت عدد الهدايا كلها. طالما ان هو بيسأل على الريبون يبقى ده العدد الكلي. تمام. وعشان هو عايز each present، وطبعا each present اللي هي اصلا واخده each piece of ribbon. ما هي كل هديه ببيس اوف ريبون. فعلشان كده ايه كتبنا ال1 لان هو عايز هديه واحده بس. طب امال ايه يا مستر بقى كلمه هول دي؟ كلمه هول دي زي ما شرحتها في الاكسرسايز اللي فات. هو مش قصده هول اللي هي كلها، لا هو قصده ان القطعه دي بالنسبه للهديه هي كأنها هول. ما هي الحته دي كده. هو دلوقتي يا حبيب قلبي هو البريزنت الهديه دي، ولنفترض دي كده البريزنت بتاعتي. الهديه دي علشان الفها انا محتاج كام ريبون؟ انا محتاج هي ريبون واحده بس. انا كل الحكايه زي ما هنا اهو. هو جاب حته ريبون بس ولفها بهديه. هل هو احتاج ريبون تاني؟ لا يا مستر ما احتاجش ريبون تاني. فدي بالنسبه له كده كفايه. كفايه دي يعني هول. تمام. كلمه كفايه دي او ان انا الحمد لله متكفي دي معناها الهول بالنسبه له. يعني الصندوق البوكس ده بالنسبه له القطعه الواحده هي اكنها هول. هي بالنسبه له القطعه الواحده اكنها ايه؟ اكنها هول. يا ريت ما تكونش تهت. لو في حاجه صعبه حاول رجع الفيديو وامشي معاه واحده تانية واحده، وامشي معاه واحده واحده بالراحه. يبقى سريعا كده تاني. هو جاب حته ريبون قسمها 3 حتت، كل هديه بحته. كل هديه ايه بحته. رسمنا النمبر لاين وقال لك كام هديه. ما احنا عارفين معانا 3 ريبون يبقى نقدر ايه؟ نقدر نلف 3 هدايا. اهو 3 بريزنت. وعلشان هو بيتكلم على هدية واحدة بس each فبالتالي ايه 1 over 3. تمام. لو في حاجة حاول ترجع تاني للفيديو، ولو ما فهمتش برضو من الفيديو حاول تسألني في الايه في الحصة ان شاء الله. طيب question B بيقول لك انا كده ايه مريم is planting flowers. يعني مريم ايه؟ مريم بتزرع نباتات in her 1 meter long rectangular plant box. يعني ايه الجملة دي كده على بعض؟ بلانت بوكس يعني عندها كده زي صندوق بتزرع فيه. تمام. كل الحكايه بس قال لك ريكتانجلر يعني على شكل ريكتانجل، و1 متر لونج يعني طول 1 متر. يبقى هي عندها ايه؟ 1 متر طول على شكل ريكتانجل. وده عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت بوكس، عباره عن صندوق زرع زي ما انت شايف كده بالظبط. يعني دي كده ايه؟ عباره عن 1 متر. تمام. من هنا لهنا كده. دي كده ايه؟ الصندوق ده كده ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن 1 متر. ماشي 1 متر. جميل جدا. She divides the plant box. هي قسمت divides يعني قسمت البلانت بوكس الصندوق بتاعها ده بتاع النباتات into sections. في ايه؟ في قطع زي ما انت شايف كده. ادي في سيكشن اهو زي ما انت شايف كده. بص في هنا خطوط صغيره. استنى اقرب لك اهي. شايف انت كده في كده خط اهو. في خط تاني اهو تحسه ابيض. في خط اهو. في خط اهو. خط اهو. خط اهو. خط اهو. تمام. يا رب تكون لك، يا رب تكون ايه واضحه. طيب فالمهم بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا كده 1 over 8 of a meter in length. طب هي قسمتها لكام حته؟ ل 8. ما احنا قلنا 1 over 8 خلاص بقى. احنا كده اتعلمنا كده خلاص من الدرس اللي فات. الدرس اللي فات معناه ايه؟ الفراكشن يحط لك بعديها كلمه اوف ان هو جزء منها. يعني ال 1 over 8 ده يعني الجزء. يعني الجزء ده كده الواحد اسمه 1 over 8، وده 1 over 8، وده 1 over 8 اجزاء بقى. فهي مقسماها كام جزء؟ اكنها ايه؟ بناخد عدد. قلنا بناخد عدد الاجزاء من تحت. فهي مقسماها كام جزء يا مستر؟ 8 اجزاء. جميل جدا. She then plants one seed in each section. يعني she plants يعني زرعت one seed يعني بذرة واحدة. فزرعت بذرة واحدة في كل سيكشن يعني في كل منطقة. في كل منطقة فيها ايه؟ اهي كل منطقة فيها بذرة يعني اكنها فيها حتة نبات واحدة بس. تمام؟
زي ما انت شايف كده ايه، ادي نباتة نباتة نباتة، فايه كل سيكشن يعني كل منطقة كده ليها ايه، ليها النبات بتاعتها حتة واحدة كده. جميل. بيقول لك draw and label a number line representing the plant box from 0 meters to 1 meters. هو مجرد بس بيقول لك ارسم لي النمبر لاين اهو، هنا الزيرو وهنا ال1، وانت هتكمله بقى ايه كله طبعا عشان هو عايز 8 حتت، فهرسم في النص كام شرطة؟ قلنا بنمسك الرقم اللي تحت ماينس 1 يعني 7، يعني انا محتاج هنا ارسم 7 ايه، 7 شرط. تمام، كملهم انت بقى مع نفسك. نجاوب على السؤال ده. How many seeds can Marian plant؟ يا ترى كم عدد النباتات هي زي اللي فوق. فاكر لما كان لكل ريبون ليه بريزنت، فقلنا فلما هنا قال لك كام بريزنت، فانت قلت لي 3 بريزنت، نفس النظام. ما احنا هنا قسمناها ايه لثمان حتت، وكل حته ببلاند او كل حته بسيد يعني ببذره، سيد يعني بذره. فهو هنا بيقول لك هاو ميني سيدز يعني كم عدد البذور اللي مريم تقدر تزرعها. فنفس النظام كام يا مستر؟ 8، لان كل منطقه فيها بذره واحده، كل منطقه ايه فيها بذره. طب وهم كم منطقه يا مستر؟ 8. عارف انت كده تعرف برضو انك تعتبرها كأنها ستوري بروبلم تانية. فاكر انت مسائل الستوري بروبلم دي لما كنت بجيب لك بوكس واقول لك جواه حاجات ومش عارف ايه، فاكر؟ فهو اكني ايه، طبعا احنا قلنا كل سيكشن ببذره، فاكني بقول ايه 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1، ما هو طبعا هم 8 مرات، فاكني بعمل ايه، اكني بعمل اكنها 8 باي 1 يعني. تمام، عشان كده قلت 8. تمام. بس فهو هنا بس المعلومه، بس اهم معلومه هي الجمله دي اهم معلومه، ان في كل سيكشن في نبات واحد. طب افرض كان قال لك في 2 سيدز، كانت اكنها ايه، اكنها 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2، فعارف انت كنا نعمل ايه 8 باي 2. ليه؟ لان احنا بنجيب الرقم اللي متكرر اللي هو مثلا 2، ومتكرر كام مره يا مستر؟ 8 مرات. طب افرض كان قال لك 3 سيدز، كان هيبقى 3 باي 8 وهكذا. تمام. بس هنا بس ان هو ايه سهلها عليك، انه عملها لك ايه مجرد بس اهم جمله اللي هي الجمله دي. قال لك زرع 1 سيد، بذرة واحدة في كل سيكشن في كل منطقة. طب أصلا المنطقة دي يبقى المنطقة الواحدة مجرد بس 1 بذرة. هو عايز يعرف بقى عدد البذور كلها، يبقى هنا 1 و1 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 8 مرات، يبقوا بكام؟ يبقوا 8. تمام. معلش انا عارف ان انا بطول في السؤال، بس عشان خاطر اوضحه لك من كل النواحي عشان ما تبقاش في حاجة تفطوفة صغيرة مش فاهمها. تمام. طيب question C هنا كده بيقول لك ايه at the park يعني في الحديقة there was a straight 1 kilometer bus. يعني بيقول لك في الحديقة كان في، معنى كلمة there was يعني يوجد ايه a straight 1 kilometer bus. bus يعني طريق. تمام. bus ده يعني ايه؟ يعني طريق. هو هنا بيقول لك ايه 1 كيلومتر، 1 كيلومتر يعني طول 1 كيلو، واحد طول 1 كيلومتر. طيب ايه كلمة ستريت دي؟ ستريت دي يعني مستقيم، يعني الشارع ماشي كده مستقيم اهو، الشارع ماشي كده مستقيم. يعني قصدي يقول لك مثلا ان الشارع مش معمول له مثلا حودايه، الشارع ما فيهوش حودايه، لا، هي بس حته كده مستقيمه اهي، اهي مستقيمه اهي. بس فقال لك دي عباره عن ايه 1 كيلو متر. ماشي، المسافه دي كده كلها عباره عن ايه 1 كيلو متر. تمام. دي معنى كلمه ستريت يعني. بيقول لك every يعني كل 1 over 6 of the bus يعني كل سدس من الطريق، جزء معين. سدس ده يعني اكنه جزء، يعني اكنه مقسم الطريق. قلنا الرقم اللي تحت بيعبر عن عدد التقسيمات، عدد التقسيمات كلها متقسمه كام حته. فطبعا هنا قال لك 1 over 6 يعني الطريق متقسم 6 حتت. ماشي. طيب there was a drinking fountain. drinking بص fountain ده يعني مبنى، والدرينكينج ده يعني ايه زي مشروبات. فيعني مبنى بيقدم مشروبات اكنه كافيه يعني. ماشي، ممكن تكون كافيه ممكن يكون قهوة، المهم ايه حاجة فيها مشروبات يعني. المهم خلينا بس في اخر جملة use the number line to identify يعني ارسم لي النمبر لاين اللي بتعبر عن ايه identify يعني يحدد او بتعبر where each drinking fountain was located. located يعني مكانها فين. فهو بيقول لك عايز يعرف كل كافيه يعني where يعني أين أو فين each drinking fountain يعني قلنا drinking fountain يعني الكافيه، ففين كل كافيه موجود فين يعني. تمام. طيب فلما هنيجي نرسم طبعا هنبص على الرقم اللي تحت 6 هنقص من 1 بقت 5. ادي 1 2 3 4 5 ولا نفترض اكنهم هنا يعني. طيب هو بيقول لك ايه كل، او قال لك every يعني كل، هي زي each. كل 1 over 6 من الباص كان فيه ايه
كان فيه فاونتين، يعني كل جزء كان فيه كافيه. يعني هنا كان فيه كافيه، وهنا كان فيه كافيه، سوري 6، وهنا كان فيه كافيه، وهنا برضو فيه كافيه، وهنا برضو فيه ايه، كافيه. ما تنساش هنا بس اكتب له 6 اوفر 6 عشان تفهمه احسن، وهنا 0 اوفر 6. تمام. بس كده، هو مش عايز اسئله تاني يعني. طيب، رقم دي بيقول لك زياد wanted to cut، عايز يقطع 1 متر بيس، برضو حته طولها 1 متر اوف روب، من حبل. روب ده يعني حبل، فهو معاه حبل، قال لك طوله 1 متر عايز يقطعه. انتوا قد ايه هيقطعه في قد ايه؟ equal pieces، اجزاء متساويه، for his 4 friends. يبقى هو عايز يقطعه باجزاء متساويه لقد ايه؟ for his 4 friends، لاربعه من اصحابه. حلو، يعني انا كده عندي حته حبل، هقطعها كام حته؟ ادي حته، ادي التانيه، ادي التالتة، وادي الايه، وادي الرابعة. ادي حتة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. قطعها اربع حتت عشان ايه؟ صحابه. طيب، نفس النظام، درو نمبر لاين. خلاص احنا يعتبر ايه رسمناه. هنا بس هنحط كده ايه اكنها زيرو، وهنا كده هنحط كده ايه اهي خط اكنه هنا 1. احنا طبعا عارفينه هنا 0 اوفر 1، سوري 4، سوري، هنا 0 اوفر 4، هنا 1 اوفر 4، هنا 2 اوفر 4، هنا 3 اوفر 4. بس طبعا انت الشرط بس اعملها صغيره يعني، ماشي. انا بس هنا ايه، طولت مني شويه. انت بس الشرط هي حته صغيره كده، ماشي، زي ما كنا بنرسم فوق. طبعا دي برضو طويله برضو ايه، يعني مجرد حته صغيره بس. تمام. وهنا طبعا ما ننساش 4 اوفر 4. تمام. بس ادينا كده رسمنا النمبر لاين. قال لك هنا كده شو هاو هي كود كات ذا روب، يعني بيقول لك ايه، وريلي كده شو، يعني وريني هاو هي كود كات، يعني ازاي هو هيقطع الروب، الحبل. فوريني كده هو ازاي هيقطع الحبل. ادينا خلصنا من النمبر لاين. بيقول لك وات فراكشن، فراكشن يعني بنشد خط بس تحت العدد الكلي. بس اشوف هو بيتكلم على ايه. قال لك فراكشن اوف ذا روب، اتكلم على الحبل. طب الحبل يا مستر كان متقسم كام جزء؟ اربعه. علشان مش اي فراكشن وخلاص، ولا اي رقم واحط اربعة وخلاص، ولا اي حاجة، لا. اركز هو بيتكلم عن ايه. ممكن يكون مدين في المسألة اكتر من حاجة. انا كل ده بعودك على طريقة واحدة علشان تثبت بيها وانت بتكبر. تمام، عشان تبقى حاطط كده معلومات اساسية وانت ايه، وانت بتكبر ان شاء الله. فنركز هو بيتكلم عن ايه، عشان مش اي فراكشن وخلاص واكتب اي رقم وخلاص. لا، هو بيسأل على رب. انا كده فاهم ان الرب متقسم اربع حتت. خلاص، يبقى انا كده خلاص فهمت ان تحت اربعة. ده من قبل كده ايه، ده من قبل ما اكمل بقيه السؤال. انا كده ايه، جبت نص الاجابه. اكمل الباقي. قال لك does each friend get، هو هنا عايز يتكلم عن مين؟ عايز يا ترى اللي فوق ده بيعبر عن الجزء، يعني ال each friend get اللي كل واحد هياخده. هو كل واحد هياخد كام حته؟ هي حته بس. ما هو قال لك هو عنده 4 friends، تمام، وعايز يقسمها لهم ايه زي بعض. عشان كلمه equal دي يعني. بس بالتالي كل واحد هياخد حته، يعني ما حدش ياخد حتتين ولا حد هياخد ثلاثه، لا. هو كل واحد ليه ايه، ليه حته، فبالتالي ايه 1. تمام. وممكن برضه ازود له كده كلمه، اقول له ايه 1 over 4 اوف روب. ده للفهم اكتر يعني، او ان انا باين المصح ان انا فاهم اكتر يعني، اللي هي كانها معناها ايه، ربع اوف، يعني ربع الحبل. ماشي، اكنه ايه، كل واحد اخد ربع الحبل يعني. تمام. طيب، نمبر اي، نفس النظام بسرعه بقى. بيقول لك تامر ورنا، اهم تامر ورنا went on 1 كيلومتر walk، يعني ماشيين على went يعني ماشيين 1 كيلومتر walk، يعني طريق، يعني walk ماشيين يعني طول 1 كيلو يعني. تمام. يبقى هو طريق طول 1 كيلو، هما ايه walk يعني ماشيين with their little sister. سوري، تامر اهو ماشي، وادي رنا اهي، وبيقول لك هما ماشيين with their ايه، ماشيين مع اختهم الصغيره little ايه sister. تمام. طب بيقول لك زي ستوبد افري 1 اوفر 8 اوف ا كيلومتر. خلاص، يبقى احنا كده بيقول لك هو بيقف كل 1 اوفر 8 من الايه، اللي هو ال 1 كيلومتر ده. تمام. طيب، قلنا 1 اوفر 8 يعني مقسمها كام؟ قلنا اهم حاجه تركيز على الرقم اللي تحت. هو كده مقسمها 8 حتت، يعني الطريق ده كله اكنه متقسم زي ما يكون كام، متقسم 8 حتت. طيب، تعال كده نكمل. بيقول لك ايه، تو ليت يعني علشان يسمح تو ليت ذا سيستر ريست. تمام. علشان يخلي طبعا، عشان دي اختهم الصغيره مش هتعرف ان هي تمشي كتير وبتتعب. فبيقول لك ايه، علشان يريحوا اختهم يعني. تمام. تو ليت ذا سيستر ايه ريست. ريست يعني خلي بالك ريست هنا جايه بمعنى الراحه، مش جايه بمعنى الباقي. يعني عشان ريست في الستيربل اللي قبل كده معناها الباقي. شفت بقى ان ال
ان هو مش اي حاجه حفظ وخلاص، ان هو على حسب انت الانجليش بتاعك بيتكلم عن ايه. يعني كلمه ريست دي اخدناها قبل كده معناها الباقي، وهنا جايه بمعنى ايه؟ هنا جايه بمعنى الراحه. فعشان كده يعني ايه، ركز بقى. طيب فهنا كده ايه بيقول لك ايه؟ عشان يخلي اختهم تاخد راحه. طيب بيقول لك هنا درو ا نمبر لاين، يعني ارسم نمبر لاين. خلاص واضحه قوي، اهو النمبر لاين. هنا الزيرو خلاص بقى حفظنا، وهنا ال1. كام حته يا مستر؟ ابص على الرقم اللي تحت وانقص منه واحد. تمام، يعني انا محتاج ارسم 7 حتت. تمام، ارسم بقى ايه السبع شرط بتوعتي. طبعا نخلي الشرط بس ايه مجرد حاجه صغيره يعني. ماشي، نرسم بقى 7 شرط. في الاخر بقى بيقول لك ايه؟ هاو ماني تايمز، يعني كم عدد، تايمز يعني المرات، كم عدد المرات اللي تامر ورنا هاف تو ستوب يوقفوا. يعني ايه هي عدد المرات اللي تامر ورنا هاف تو ستوب محتاجين يوقفوها؟ تمام، يبقى هو عدد المرات اللي هم محتاجين يوقفوا. طيب ما احنا لو جينا مثلا، انت بتعرف تبني السبعه عشان تتخيل، ادي 1 2 3 4 5 6 7. تمام، هو بيقول لك every بيقول لك زي ستوب دي يعني هم بيقفوا قد ايه؟ every 1 over 8، يعني كل تمن، يعني كل 1 over 8 بيقفوا. فاحنا عارفين ان هنا 1 over 8 صح؟ ادي هنا 1 over 8، وادي هنا كده ايه؟ اكنه جزء يعني. ادي هنا وقف جزء، ادي وقف مره، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. تعالى نعملها بشكل ابسط. ادي 1، ادي وقف مره، ادي وقف الثانيه، ادي وقف الثالثه، ادي وقف الرابعه، ادي الخامسه، ادي السادسه، ادي السابعه، ادي الثامنه، لغايه لما وصلت لل1. فهم كده وقفوا كام مره يا مستر؟ وقفوا 8 مرات. طبعا انت اوريدي لو دماغك بقى لقطها على طول، فايه من الرقم اللي تحت ده كده على طول بنجاوب يعني. تمام، انا بس بمشيها معاك بالراحه على الاخر، بحلها معاك بكل الطرق يعني. طيب خلاص اهي هانت اهي اخر سؤال اهو. بيقول لك هنا كده عمر told his sister، يعني عمر قال لاخته that 1 over 9 is larger than 1 over 8. بيقول لك بقى ايه؟ عمر كده بيضحك على اخته. عمر بيقول لاخته ان 1 over 9 is larger، يعني اكبر من 1 over 8. بيقول لك ان ال 1 over 9 هي اكبر من ال 1 over 8. طيب ايه دليلك يا عمر؟ قال لها علشان خاطر because، عشان خاطر ال 9 is more than 8. ده كده ايه؟ ده كده اقنعها على الاخر يعني. فهو بيقول لها خلي بالك ان ال 1 over 9 هو اكبر من ال 1 over 8 عشان خاطر ال 9 اكبر من ال 8. طب قبل ما نكمل بس بقية الكلام، وقف كده الفيديو. انت شايف ان الكلام ده صح ولا غلط؟ هل ال 1 over 9 اكبر من ال 1 over 8؟ فكر كده ايه لغايه لما لغايه لما نحل المساله. طيب بيقول لك do you agree، يعني do اللي جايه في الاول دي معناها هل. اصلا قلت لك في ورق الشرح بتاع قبل المراجعه، قلت لك لقيت do does did was were كان could will. الكام كلمه اللي انا قلتهم دول لو جم في الاول، اللي هو يعني ايه يعني ايه جم في الاول؟ يعني احنا مثلا خلاص خلصنا الجمله، وقفنا لغايه هنا بنقطه اهي. بعديهم دي كده ايه؟ طالما ان هم جايين في الاول كده بعد جمله جديده، يعني معناهم هل. معناها ايه السؤال كده؟ معناها هل. طيب هو بيقول لك يا ترى هل يو اجري، هل انت اجري يعني موافق، هل انت موافق اور ولا ديس اجري مش موافق ويز عمر يعني مع عمر؟ يعني انت يا ترى موافق مع عمر ولا مش موافق مع عمر؟ قال لك سيركل اون اجري اور ديس اجري، اختار بقى. هل يا ترى انت موافق ولا مش موافق؟ لا طبعا يا مستر مش موافق. ازاي يعني 1 اوفر 9 اكبر من 1 اوفر 10 اكبر من 1 اوفر 8؟ ال 1 اوفر 9 طبعا اصغر من 1 اوفر 8، فالكلام اللي بيقوله ده غلط. فاكر لما كنا بنقول ان احنا عندنا هنا الرقم هنا متشابه فوق واحد، فبنبص على الرقم الاصغر اللي هو الايت، هو ده كده ايه فراكشن الاكبر. او بطريقه تاني، فاكر لما كنا بنقول لو انا عندي مثلا هنا سيركل فيها هاف، وهنا كده فيها ربع، دي 1 اوفر 2 ودي 1 اوفر 4، هل 1 اوفر 4 هي الاكبر؟ لا يا مستر، انا هنا واكل نص بيتزا، لكن هنا بس يعني انا واكل ربع بيتزا بس. فاكر انت المثال ده اللي اديته لك قبل كده؟ هنا واكل نص بحاله، لكن هنا كل الحكايه أنا بس واكل ربع صغير. ف هل اروح اتخدع واقول ان 1 اوفر 4 اكبر؟ لا طبعا يا مستر، ال 1 اوفر 2 هي الاكبر. فبالتالي هختار ايه؟ هختار ديس اجري. لا طبعا انا مش موافق. طيب فبيقول لك ايه؟ prove your thinking by drawing number line، يعني بيقول لك ايه prove يعني اثبت بقى الكلام ده by drawing برسم، by drawing بان انت ترسم ايه number line to compare علشان تقارن. فبيقول لي اثبت لي بقى الكلام ده بقى ايه بالنمبر لاين، اثبت لي بقى الكلام ده. فخلاص هنا مستر سهل جدا دي. هبص ده بقى سؤال عادي بقى، هبص على الرقم اللي تحت يعني 9، هنقص منه واحد بقى 8، يعني هرسم 8 خطوط. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا هنا كده ايه ضايقين في بعض. 1
2 3 4 5 6 7 8. يعني نتخيل ان هم كده ايه شبه بعض. طيب هاجي عند ال 8 دي، طبعا بنقص منها واحد بقت 7. طيب ممكن مثلا اقسم ايه 1 2 3 4 5 6 ثواني ممكن 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 بس يعني تقريبا ايه شبه بعض. تمام. ف نحاول بس طبعا ايه يعني على قد ما نقدر بس ان احنا نحاول نظبط المسافات يعني. تمام. طيب فهل بقى كده ال 1 اوفر 8 دي اهي، دي كده ال 1 اوفر ايه سوري دي كده 1 اوفر 9 اهي، ودي كده يا مستر 1 اوفر 8، مين بقى فيهم اكبر ال 1 اوفر 9 ولا ال 1 اوفر 8؟ لا طبعا يا مستر 1 اوفر 8. بس كده. بس المهم يعني وانت بترسم تخلي بالك بس يعني ايه تحاول تظبطهم على قد ايه ما تقدر، او لو طبعا معاك كراسة مربعات فدي طبعا بالنسبة لك هتبقى اسهل ان انت ايه تحط الشروط بتاعتك يعني. خلاص كده خلصنا، معلش طولت عليكم انا عارف، بس علشان اخليك تبقى يعني على قد ما اقدر اخليك ان انت فاهم كل حاجة الحمد لله يعني. ربنا معاكم، ذاكروا كويس، والأسئلة اللي ما تعرفوهاش أو اللي غلطتوا فيها لازم ترجع تحل تاني بإيدك، بفكرك أهو. لازم ترجع تحل كل حاجة غلطت فيها لازم ترجع تحلها بإيدك، ما ينفعش تفضل متفرج عليا وبس. يلا ربنا معاكم، مع السلامة.